ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنعمل بيتزا رهيبة، حلوة جدا، طعمها تحفة، وبأقل المقادير بأقل التكاليف، بس دقيق ومية. لا هقولك بقى حط لبن بودر ولا حليب ولا لبن ولا اي حاجة من دي ولا اي حاجة، هو بس دقيق ومية وخميرة بس، مفيش غير كده. وهتاكلوا احلى بيتزا واحلى عجينة بيتزا هتاكلوها. حاجة كده على قدنا، عاملينها في البيت، نظيفة، ولا كأنك جايباها من المحل بالظبط. حاجة كده على قدنا وحلوة وطعمها حلو، وهنفرح بها ولادنا. وهتبقى وفي العشاء، عايزة تعملها في العشاء، عايزة تعملها في الفطار، عايزة غدا، بس هتزود الكمية برضو شوية. تحفة. انا دلوقتي عايرت كوباية دي على قد البيتزا دي بس اللي انت شفتوها في الاول. بيتزاية حلوة يعني تكفي مثلا فردين ولا حاجة. دي كوبايتين دقيق. انا ماليه الدقيق بالمعلقه، يعني ما اجيب مبتش الكيس كده وحطيت في الكوبايه، لا انا بجيب من الكيس بالمعلقه وبحطه في الكوبايه. كوبايتين بالظبط، كوبايتين دقيق ونخلتهم. ودلوقتي انا بختبر الخميره، بس شويه ميه دافيين، كوبايه الا حاجه كده، كوبايه الا ربع، كوبايه الا شويه. وحطيت معلقه خميره ممسوحه مش مليانه قوي، ومعلقه وحبه سكر، وحبه ملح صغيرين. الملح عشان بس السكر بس يشغل الخميرة وكده. وبعجن، لميتها الاول كده بالمعلقة، وبعدين عملتها بايدي. بس هي عجينة البيتزا بتبقى بتلزق شوية على فكرة، يعني هي بتبقى تلزق كده. لما تلزق معاكم كده اعرفوا ان هي ايه، تمام، مية مية. اقعدوا لموا فيها كده، وحطوا معلقتين زيت في الاخر كده على ايدكم، وبعدين لموا العجينة. تحفة. هي بتلزق بقى، هي بتلزق تلزيقة خفيفة كده. سيبوها بقى تخمر، اقفلوا عليها، سيبوها تخمر. دلوقتي هي سبتها تخمر يجي نص ساعة كده، الجو حر اصلا يعني. بعدين قعدت اقلب فيها، اشيل منها التخمير بتاعها، وبعدين ايه، جبت الصينية بتاعة البيتزا. خلاص بقى نفردها. ده طبعا الصينية زيت، هي كده كده مش هتلزق، بس علشان نعرف، لان هي بتلزق، فعلشان نعرف بس نفردها في الصينية. وجبتها ولميتها كده على ايدي، يعني بطبقها كده في ايدي شوية عشان التخمير بتاعها بس. وبعدين حطيتها في الصينية وفردتها. طبعا بليت ايدي زيت شوية علشان اعرف افردها، لانها بتلزق زي ما قلت لكم. افردي فيها بقى زي ما انت عاوزة. دي بقى نعمل الصلصة، اسهل صلصة تعمليها ولا اي حاجة. الصلصة العادية خالص اللي احنا بنشتريها دي، برطمانات. احط معلقة حبة مية عليها، فكيها بس كده، يعني احنا حبة مية صغيرين خالص، ودوبيها. وبعدين هنحط بس ملح وفلفل اسود، وحطيت شوية كزبرة مفرومين كده، شوية صغيرين خالص يعني. بس ما كانش عندي ما يعني ما بحبش احط فيها غير الحاجات دي. اسهل طريقة صلصة سهلة جدا، ما فيش اي حاجة. الصلصة العادية اللي احنا بنشتريها دي، وبعدين بنفكها بس شوية مية زي ما انتم شايفين كده. احنا عايزين القوام ده، السمك بتاعها ده. وبعدين هنخرم كده العجينة بالشوكة عشان بس ما تقبش مننا في الفرن. قمنا دهنينها بقى بالصلصة. والله يا جماعة تحفة. هي الصلصة ممكن تكون جت كتيرة شوية، بس انا بحب الصلصة كتير. بس انتوا علشان بس ابقى اعرفكم بس ان هي الصلصة كتير، لو انتوا عايزين اقل خففوا شوية الصلصة.
ما تجيش على الحوافق على الاطراف قوي، علشان ما تتحرقش مننا. مش هنعمل الاطراف، مش هنيجي جنب الاطراف خالص، هنبعد عن الاطراف. بصوا بقى الحشوة، ما فيش اسهل من كده، حشوة بسيطة جدا وسهلة جدا. دي جبنة، دي جبنة، دي حتت جبنة رومي كده متكسرة، والبيضة دي جبنة فيتا، ودي جبنة ميكس شيدر مع موتزاريلا. اي جبن عندك حطيها، اي بواقي جبن مش هتفرق بقى، اي حاجة، هي كده كده هيبقى طعمها تحفة وخطيرة. افردوا بقى الجبنة عليها كده، وما بحطش عليها زيتون بقى ولا يعني انا بحط زيتون لو انا هاكلها لوحدي، انما آه العيال بيشيلوا منها الزيتون والفلفل اي حاجه بحطها عليهم مش بياكلوها، هي بتبقى كده بس. عايزين تضيفوا انتوا اضافات تانية، حطوا فلفل، حطوا زيتون، حطوا بقى اللي يريحكم، اللي انتوا بتاكلوه حطوه. ايوه حطيناها بقى في الفرن، دخلت الفرن وسيبها بقى تعيش يعني. يا جماعه طلعت من الفرن تحفه، والله تحفه. قطعها بقى. ما تنسوش يا جماعه تجربوها وتقولوا رايكم في التعليقات، وتعملوا اشتراك ولايك، وهتدوقوا احلى بيتزا طعمها حلو قوي والله، جربوها كأننا شاريينها من بره بالظبط.